السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي المغاربة راكم عزازين وغالين على الحكومة المغربية وبزاف وبزاف، ما تصوروش شحال نتوما غالين عليها. شوفوا وسمعوا هذا الصحفي اش غادي يقول على نفوق أطنان الأسماك بساقية مدينة سيدي بنور. يلا سمعوا مزيان، خليكم هالفيديو سمعوا مزيان. في مشهد هز الرأي العام المغربي نفوق أعداد كبيرة تقدر بالأطنان من الأسماك بسبب قلة الماء في ساقية سيدي بنور. وتفاجأ زوار وساكنة المناطق القريبة من سيدي بنور يوم أمس من حجم وهول الكارثة البيئية التي ضربت المنطقة على مستوى ساقية سيدي بنور. الله يضحك ديال الصحابي بالله. قال لك قضيه هزت الراي العام الوطني، بقات فيهم ديك الاطنان ديال الاسماك اللي ماتت. كنا بقات فينا بصراحه، ولكن ما بقاش فيهم بشر اللي هما ساكنه سيدي بنور اللي كيتقطع عليهم الماء يوميا مع 9:30 ديال الليل الى غايه ما بعد الفجر. الناس كتبغي توضا وتمشي تصلي ما كتلقاش الماء، الناس كتبغي تدخل للطواليت حاجه ما كتلقاش الماء. وعمر شي صحفي من قنوات الصرف الصحي ما جا وسول المواطنين ديال سيدي بنور وقال لهم واش عندكم الماء ولا ما عندكمش، واش صالح للشرب او غير صالح للشرب، مع العلم انه منتشر موضوع قطع المياه عن مدينه سيدي بنور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لم يحرك ساكن الا بعد ما شافوا هاد الاطنان ديال الاسماك من فوق الاطنان من الاسماك وموتها. بقى فيهم الحال وما بقاش فيهم المواطن المغربي. انها حكومه السيد اخنوش، حكومه المخطط الاسود. هذا راه المخطط الاسود ديالكم واسي غا الصحافي اللي كتهضر. علاش كتنكروا الحقائق وكتزينوا الافعال ديالكم وانتم خاربين ومكحلين؟ اسمع السي المغربي، هذا كيقول لك المواطنه، هادو راه كيحبوا المواطنين هاد الحكومه هادي. يلا قطع الله يدير الشتاء ويدير الخير.